مرحبا بكم أعزائي في هذا الفيديو الجديد الذي سنتكلم فيه على آخر أخبار العالمي وفاق سطيف. وقبل أن نبدأ هذا الفيديو نترحم وبحرقة وبقلوب يعتصرها الألم على الأشخاص البريئون الذين قتلوا في الحادث المروع في ولاية بومبرداس الجمعة الفائت. إن لله وإنا إليه راجعون، ونقدم بتعازينا الحارة والبالغة لعائلات الضحايا، راجين من المولى عز وجل أن يرحمهم ويجعلهم في جنات النعيم ويرزق ذويهم خالص الصبر وجزيل السلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. إخواني الكرام، في هذا الفيديو سنتحدث على المباراة الودية التي لعبها الوفاق قبل قليل ضد نادي معيدر القطري، وكذلك سنتحدث على صفقة شمس الدين الكحل مدافع الجديد في وفاق سطيف والمستقدم من النجم الرياضي لبن عكنون. أخي العزيز، دير اشتراك بقناتي من فضلك، لأن الاشتراك ضعيف جدا، وترحم معنا على الضحايا جعلهم الله في جنة الخلد. لا تنسى زر الإعجاب بقناتي واترك تعليقا طبعا، وتفضل معي في التفاصيل. أخي الكريم، وفاق سطيف لعب اليوم مباراة ودية ضد نادي معيدر في الدرجة الثانية القطرية، وانتهت مباراته كما بدأت سلبية بدون أهداف. الفريق مع هذا حمد صدقي ما عندوش وين يروح. والله يا إخواني الحقيقة يا ودي، الراجل ما عندوش أسلوب، ما عندوش فكر. باش ما نكونوا واضحين، لا يتحمل المسؤولية وحده، ما عندوش لاعبين على أعلى مستوى. ولكن هذا المدرب حتى وتجيب له لاعبين على أعلى مستوى يحجم خطورتهم، يحجم من قوتهم. مدرب ما عندوش تكتيك قوي، ما عندوش أفكار جديدة. 64 سنة، حياته قاع مساعد. صراحة إخواني الكرام، يعني هذا حمد صدقي كل فيديو ذاك نجي ننتقده أنا وأنتم تعرفوا رأيي فيه، وأنا نعرف رأيكم فيه، والناس كامل على بالها باللي ما يقدرش الفريق يروح معه بعيد. زيد الاستقدامات على ذلك ليست جيدة وليست مشجعة وليست كما يلزم، وبالتالي صراحة تعادل اليوم مع معيدر القطري بدون أهداف أبان عن فقر هجومي وعقم وشح كبير جدا للفريق اللي بقى غايب وعقيم ولا يشكل الخطورة وغير فعال. المنظومة الدفاعية لا يمكن اختبارها في مقابلات فاشلة مثل ضد هذه الفرق، فرق أكبر وفرق أخطر وعندها إمكانيات قادرة تسجل لك وتأثر عليك. وبالتالي يا إدارة الوفاق، يا سيدي الكريم، يا فريد، يا ملولي، من فضلك افسخ عقد هذا المدرب. علاش جبتوه؟ لماذا جبتوه هذا المصري؟ لماذا جبتوه؟ افسخ عقده يا صديقي. دعم جيدا الفريق، على راك تجي في أسماء متواضعة ومتوسطة. صحيح صفقة شمس الدين الكحل بالنسبة إليه صفقة محترمة، وهذا اللاعب دار موسم مقبول إلى فوق المتوسط، كان لاعب جيد مع نجم بن عكنون، لاعب يضرب كرة بالراس جيدا في العمق ممتاز. ولكن هل سيتطور مع الفريق أكثر مع الوفاق أم لا يمكنه الاندماج والانسجام بالنظر للوضع الراهن؟ ومع هذا المدرب صراحة ما تباليش يطور لاعبين بشكل كبير وبشكل جيد. وبالتالي أنا إقالته أنتظرها يا جماعة، صدقوني. وفاق سطيف من أول جولة نبدأ ننتظر في إقالة هذا المدرب، مثل السنة اللي فاتت مع أنطوان هاي. صحيح أبان على بعض المباريات الجيدة وبعض الوجوه الحسنة، ولكن في الأخير راح، في الأخير ما كملش، في الأخير النتائج لم تمشي. لكن غدوة مثلا أول واحد يضحيوا به كبش الفداء سيكون المدرب. لاعبين ملاح مش ملاح لا يهم، لكن يا حمد صدقي أتحداك لن يصل عليك أكتوبر أو أقصى حد نوفمبر في وفاق سطيف. وهذه سجلوها عليا، قالها تبون، سجلوها عليا ومركيها عليا، وهذا التحدي مفتوح. إذا كمل أكتوبر نوفمبر سيكون مطرود. وفاق سطيف يا جماعة صراحة نقدرش نقول عليه أشياء كثيرة جدا، لأنه تعرفوا الوضع الراهن تعرفوه مليح وأفضل مني. إدارة هذه راهي تلعب، ملولي راه يلعب بنفس الطريقة بنفس الوضعية تاع العام اللي فات واللي قبله واللي قبله. وبالتالي يا جماعة ما تديرش نفس الأسباب وتنتظر نفس النتائج أو تنتظر أشياء جديدة.
أي باينة، نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، فشل مراه فشل. واللي طامع أنه يوصل الفريق إلى مسابقات قارية ولا مسابقات إقليمية ولا أنه يتوج بكأس الجمهورية، أنا أستبعد ذلك ولست متفائلا. طبعا لست عرافا ولست إنسان يعلم الغيب ولا متأكد، ولكن يا جماعة والله غير الأمور بينة والبوادر واضحة جدا. واللي يحب يقول لي مثلا العكس، طبعا هو رايه محق، ممكن يكون هو المصيب. أنا طبعا هذا لا يبقى إلا رأيي، ولكن يبان لي مسكين يصبر في نفسه، ممكن عنده هرمون التفاؤل يكون زايد، ممكن يحب الفريق أكثر بالعاطفة هذيك يدخلها. ولكن يا جماعة كي تخمم بموضوعية وتخمم بعقلانية، تلقى السيد هذا اللي مش قادر يفوز على معيدر ومش قادر يخلق هوية لاعب للفريق، ماذا سيفعل ضد المولودية والسياربي اللي جابوا استقدامات قوية، اتحاد العاصمة والنادي الرياضي القسنطيني، خنشلة، وبالك جابت لاعبين أفضل من الوفاق. ولديت وهران دار ثاني ماتش ودي اليوم، تعادلت مع الرائد السعودي 1-1، وبالتالي حتى ولديت وهران تقريبا كما وفاق سطيف. هاي تبريكولي ما تفرحش كثير. اخواني ما نطولوش عليكم بزاف، ما تنساوش تمدوا لنا رايكم، وطبعا رايكم نحترموه سواء كان متفقا معنا ولا مختلفا معنا. احنا هنا نحبوا كامل وفاق سطيف، ونحبوا نمدوا راينا على هذا الفريق الكبير العالمي اللي نتمنوا انه يعود بقوة الى الواجهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.